مالك يا شروق؟ مفيش. لا في. انت بقالك كام يوم مش طبيعيه، مالك يا شروق؟ قلت لك مفيش. طب ممكن مره واحده في حياتك بس تخرجي اللي جواكي على طول من غير 14 مفيش؟ يعني نختصر الوقت، ايه رايك؟ عايزني اتكلم؟ يا ريت. انا مش فاهمه يا شريف، مش فاهمه اي حاجه، وخايفه ومش مطمنه، ودي اول مره في حياتي احس معاك كده من ساعه ما عرفتك. بقالك كام يوم بتصحى بدري، بتنزل وترجع متاخر، وبتكذب يا شريف، بتكذب وانت عمرك ما كذبت. كدبت في ايه يا شروق؟ ماشي، هتعامل انك بتسال بجد وهجاوبك بجد. كدبت وقلت انك رايح لمامتك، وكدبت تاني قلت لي انها عيانه وبتنسى، وكدبت وقلت انك ما روحتش ناحيه المطار، ولما واجهتك بالصوره والست اللي معاك قعدت تقول لي اي كلام. واخر حاجه خليت الولاد يكذبوا عليا وبتقولوا ان يوسف وقع لوحده، مع ان مامة الولد اللي اتخانق معاه يوسف كلمتني وقالت لي حاجه تانية خالص. فانا مش فاهمه حاجه يا شريف. رد، رد على المسج. شروق انا في واحد صاحبي عمل حادثه وفي المستشفى، ولازم اروح له دلوقتي. لما هرجع هشرح لك كل حاجه، وساعتها هتتاكدي ان انا مش غلطان في حاجه. تمام؟ على اذنك. الو. يا ليالي. ايوه يا شروق. شريف مشي وبيقول لي ان صاحبه عمل حادثه ولازم ينزل له، مش عارفه ايه. باين كده ان انا عبيطه بجد. طبعا بيكذب عليكي. خلاص هعمل زي ما قلتيلي. يلا انزلي وراه. ماشي، اقفلي دلوقتي. باي. خلي بالك في سلم. ها؟ ايوه، حسبي حسبي حسبي. سلم كمان.